اكتر الفيديوهات اللي بكون مبسوطة جدا وانا بعملها الفيديو اللي بيكون فيه وصفة انتوا طلبتوا مني ان انا اعملها لكم. النهاردة هنعمل مع بعض بقى تدميس الفول بس على البوتاجاز، لان الناس كتير ما عندهاش القدرة بتاعة تدميس الفول، فطلبتوا مني ان احنا نعمله بطريقة سهلة على البوتاجاز، فهنعمله النهاردة. انا بقى عملت معاه بقى شوية عيش اسمر كده، طلبتوه مني كتير جدا جدا جدا. ما حبيتش اجري المقطع ده علشان اوريكم قد ايه العيش كان ناجح، وشوفوا بقى مراحل يعني اللي هو يكون منتفخ كده وجميل. ناس كتير قوي قالت لي العيش الابيض مش صحي، اعمل لنا عيش بدقيق الحبه الكامله. هنعمل مع بعض الفيديو بتاع دي العيش بتاع الحبه الكامله الجميل ده، طعمه كان حلو جدا مع شويه فول بقى علشان السحور. عايزه اقول لكم الفول اخد 3 ساعات بس على البوتاجاز على نار هاديه جدا. هنشوف عملناه مع بعض ازاي، طعمه خرافي. يعني انا اديت لاصحابي وقرايبي كده منه علشان يجربوه بقى. سحور رمضان داخل وانا بحب ال عارفين انتوا الاطباق اللي دايما بتبقى رايحه من عندكم كده لقرايبكم في رمضان، والطبق اللي رايح جاي ده تحفه. معايا بقى كيلو من الفول، انا غسلته كويس وبعدين ضفت عليه ميه من الحنفيه وهسيبه منقوع يوم كامل. يعني لو انا هعمله النهارده هبدا اشتغل فيه كده النهارده الساعه 10 الصبح، هسيبه لغايه بكره الساعه 10 الصبح. كان شكله كده بقى بعد ما انا نقعته يوم كامل، الحبه ما شاء الله كبرت ويعني خلاص بقى حجمها متغير، كان صغير وبعدين لما نقعناه نفش كده وبقى حلو. حطيت عليه بقى نص كوبايه من الفول المدشوش وكوبايه من العدس، هغسلهم مع بعض بقى مره كمان كويس كده. طبعا الفول انا نقيته فكان نضيف معايا، غسلته كويس مع الفول المدشوش والعدس، وبعدين هنبدا بقى على طول نشتغل فيه. الحله بقى كبيره علشان انا عامله كيلو زي ما انتم شايفين، والفول كان زاد معايا في حجمه، هو خلاص حجمه مش هيزيد تاني بقى، خلاص انتفخ وزاد معايا لما نقعناه. هحط عليه معلقه كبيره مليانه من البابريكا ونص معلقه من الكركم. ما تقلقوش مش هيغير طعمه خالص. حطيت نص ليمونه بحالها كده وطماطميه متقطعه 4/4، وهبدا اضيف عليه ميه مغليه. غطيه كده بالميه وقلبيه مع بعض كويس وغطيه وسيبيه يغلي. واول ما يبدا يغلي هدي عليه النار خالص. هو كده بدا يغلي معايا اهو زي ما انتم شايفين. هبدا بقى ان انا اهدي عليه النار بتاعه البوتاجاز، ما تحطوش شياطه ولا اي حاجه، حطوه مباشر كده على نار البوتاجاز. كل شويه بصي عليه، ممكن يحتاج منك ميه كمان، زوديه مره كمان ميه وخليه النار هاديه عليه زي ما انا قلت لك، وحطي دايما الميه مغليه. شوفوا بقى بعد 3 ساعات كان استوى سوى كامل، طعمه تحفه. هنعمل بقى اضافه كده تقله لنا شويه. معايا معلقه صغيره من البابريكا ومعلقتين من الدقيق، هضيف عليهم ربع كوبايه ميه مغليه وادوبهم كويس مع بعض، وهضيفهم على الفول علشان يخلي لي السمك بتاعه تحفه بقى كده في الاكل. يعني ما تبقاش بقى الميه بتاعته خفيفه خالص، لا هتربط معاكي حلوه كده، مش ما تخافوش مش هتمسك في بعضها، بس هيبقى السمك بتاعه بالطريقه اللي انتوا شايفينه دي. بعد ما انا ضفت عليه بقى البابريكا والدقيق والميه، سبته يغلي ربع ساعه برضو على نار هاديه، وبعدين بعد ربع ساعه طفيت عليه. هبدا بقى ان انا بغرفه معاكم سخن اهو، جميل جدا جدا، ريحته كانت قلب الدنيا وما خدش معاكي وقت في التسويه. للناس اللي ما عندهاش دماسه الفول، الناس اللي عندها دماسه للفول اعملي نفس الطريقه، بس من برضو هتنقعي الفول من الصبح بالليل، وبالليل هتحطيه في الدماسه لتاني يوم الصبح، هياخد ليله طول الليل لان النار بتاعتها بتبقى هاديه. غرفنا بقى شويه من الفول، حطيت عليه زيت وليمون وملح، وهبدا بالهاند بلندر ان انا اضربه مع بعضه كده. انا بصراحه يعني عندي عصب ايدي يعني وجعني، فهرسته عشان مش قادره ان انا اهرس بالشوكه. ضفت عليه شويه زيت بقى، تقليبه كده صغيره، وبعدين هرش على الوش شويه من الطحينه علشان خاطر يديني بقى الطعم اللي احنا عايزينه اللي احنا بناكله من بره. حطي عليه بقى يا ست الكل حته سمنه بلدي، لو مش عايزه تحطي زيت وليمون. هرش انا بس رشه على الوش كده، رشه كمون ورشه من الشطه. طعمه كان حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله الفيديو الجاي هنزل معاكم فيديو بقى الحبه الكامله اللي هو العيش بتاع الحبه الكامله بالتفصيل، لان العيش يعني عايز يتخدم كويس. هستنى رايكم في الكومنتات، وبألف هنا على قلوبكم يا رب.